بقول لك ايه، مش ايه، هننزل على القهوه النهارده؟ ننزل على بلاش الدخلات دي، خش على طول في نخش الموضوع. على طول في موضوع ان احنا بنتكلم على القهوه. عشان ننزل على بقول لك القهوة ايه، النهارده. القهوه متهيألي دي. محمية طبيعية للرجالة. اه والله العظيم. المديتيشن ثيرابي. المديتيشن او الثيرابي بتاعتنا بتاعت زمان بقى. اه من اول كده ما ايه ابتدينا نقعد على القهوه. ابتديت تقعد على القهوه امتى اصلا؟ والله مش فاكر، بس من زمان يعني من ايام الجامعه. يعني او من اولى جامعه كده صح؟ هي نفس الكلام. انتنس في الجامعة، بدأناها في الجامعه. واستيميشن بقى وترنيب. احنا كنا بنقعد فاكر كنت تقريبا بعرف ألعب، حياه. بس كنت بلعب. ده كانت حياه يعني انت بتخلص كليه تروح تقعد على القهوه لحد ما تنام. وبعدين بيبقى في كذا قهوة، يعني مم. في قهوة جنب الكلية، وبعدين خلاص هنروح بقى نقعد بالظبط على قهوة جنب البيت. بالظبط. من قهوة لقهوة. والقهوه انا كنت مثبت قهوه طول ما السنين هو في الجامعه. قهوة في كل في منطقة. الاربع سنين بتوع الجامعه. هي قهوه اسمها اللؤلؤه، هي دي اللي قاعدين عليها. احنا كان اسمها إيه اللي جنب الكلية؟ رضا السعيد. كان اسمها الصباح باين. رضا السعيد ده مين؟ رضا السعيد مش عارف، مش فاكر لا مش فاكر. كانت جنب كليه كانت في القصر العيني. كان اسمها ايه؟ مش القصر العيني، كانت جوه سيدة زينب. في سيدة زينب صح؟ مش فاكر اسمها ايه والله، مش فاكر. وبعدين نرجع الهرم بس نقعد بنرجع بقى نقعد في القهوه في بتاعتنا الحاوي. 3 4 سنين. 3 4 سنين تقريبا الأسامي دي مثبتين حلوة يا القهوه. جماعة، يعني اللؤلؤة. احنا قعدنا في الحاوي، بعدها رحنا قهوة اسمها رحرحة. رحراحه. اسم على يعني على رحراحه فح مسمى. رحراحه صح. رحراحه. ولغايه دلوقتي لسه القهوه دي ثابته معانا، آه دي طبعا. حاجه مكمله. دي متهيألي دي بقى اللي بنهرب منها بقى دلوقتي، يعني خلاص انت خلصت شغل وبتاع. نهرب ليها مش منها. بنهرب ليها عشان نفسد دماغنا. خلاص احنا مش عايزين بقى نفكر في حاجه. انا عايز احط حجر تشيش في بقي والعب استيميشن وما افكرش في اي حاجه. هو بس الإبداع في موضوع القهوة ده إن أنت بيبقى عندك كاباسيتي إنك تقعد مثلا وقت مفتوح ما تعملش أي حاجة. يعني هي ده المكان الوحيد اللي وهو ده الهدف. تبقى عايز تروحه جدا. ايوه ده الهدف. ما بتسويش حاجة خالص على خالص على فكره يعني. خلي بالك، احنا في منتصف العمر. فانت كل ما بتكبر كل ما تعلقك بالقهوه بيزيد. يعني انت زمان كنت بتعمل اكتيفيتيز، انت رايح تشيش، رايح تقعد مع اصحابك تضحك، رايح تلعب كوتشينه. لكن كانت دلوقتي خروجه انت يعني. دلوقتي انت دلوقتي انا تروح القهوة محتاج اروح لوحدك القهوه. بس. يعني تروح انا القهوة لا، لوحدك. واروح اقعد جنب اي حد. يعني آه. احنا بنروح نقعد ممكن مثلا يكون قهوه مفيش مكان، اروح اقعد مع ترابيزه مع اي واحد ما اعرفوش اصلا. وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، يعني ومن مش كتر هتدخل ما معاك. تروح بقى بتلاقي ناس عارفه بعض، اللي هو تتصل بالظبط. بالتاني كده، فاهم؟ لو انتوا مش أيوه. عارفين بعض بس انت ما هو شفت القهوة كده كتير. كومن للدرجة دي ان انت هتروح هتلاقي نفس الناس عادي جدا. انا كان عندي معايا واحد في الشغل اجنبي يعني في دبي. بيقول لي هتعمل ايه في الاجازه قبل ما انزل مصر يعني. فبقول له انت هتعمل ايه؟ قال لي انا هروح مش عارف فنلندا والنرويج اشوف القاروره، وبعد كده ننزل على مش عارف فين نشوف فين، وبعد كده نروح نسافر تشيك نطلع في الريف التشيكي. اللي هي نورثرن لايتس. اي لا، ما انا عارف. القاروره ما بس تعرفش أنا قصدي في القاروره؟ الاجازة يعني. مش القاروره بتاعت يعني في الاجازة بنروح القهوة، هو بيروح القهوة. ايوه ما هو بيقول لي كده. فانا بقول له ايه؟ قلت له إيه؟ فبيقول لي انت هتعمل ايه بقى؟ بقول له لا مفيش، انا هنزل اروح اقعد مع اصحابي على القهوه يعني. بس خلاص خلص. ايه عندي بالنسبه لنا؟ بروجرام هايل. نقعد على نفس القهوة كل يوم. طب القهوه زمان في الاول خالص قبلينا بقى، يعني ايام اهالينا كانت في القهوه البلدي. القهوه البلدي اللي هي كانت بتقدم شاي وقهوه وشيشه معسل بس. ما كانش فيه بقى لسه كوباية ايه. مية. مفيش بقى ازاز مية. كوبايات ميه طبعا من الحنفيه. اه. وما كانش فيه بقى فليفرز، يعني كانت معسل اللي هو قص او سلوم. مفيش اي في حاجه. الصعيد بقى معسل ابو تيك. جربته قبل كده؟ لا لا. انا مرة رحت آه، زي يعني بيزنس ميتنج في اسيوط. وبعدين كان لسه بدري على ميعاد الطيارة، كنت رايح بالطيارة. فقلت اقعد على قهوة عشان الحنين للقهوة، قلت اجرب اقعد على قهوة. كانش عنده غير معسل اسمه معسل ابو تيك. مم. هو بيجي حجر طنباق كده. كبير ده. وبعدين كل اللي قاعدين بقى من اهل البلد يعني. اه. انا خدت من هنا 3 4 انفاس وبعدين دخت. لا انا دخلت في حالة غريبة قوي، يعني مخي بيدي امر ان انا اقوم، بس انا مش بقوم. مش قادر تقوم. ما فهمتش بقى. فهمت بقى كان في حاجة بلد عنيفة اسمها يعني. بوتيج، وهم اللي بيعملوا المعسل تقريبا ده. نسبه النيكوتين فاهم 40%. في حاجة في آه. حالة كده. اه. يعني انت مش سكران ولا مسطول، انت مش عارف تقوم، يعني عمال اعمل كده بس مش عارف اقوم. لا بس هو جت فتره برضو خلي بالك القهوه كانت موصومه شويه. يعني انت رايح القهوه دي حاجه عيب يعني. انت هتقعد على القهوه ايوه صح. اللي هو ايه يعني عادي رايح اقعد على القهوه يعني ده عادي كافيه يعني قهوه هقعد اشرب حاجه وامشي. لا قهوه انت رايح القهوه دي معناها ان انت في حاجه غلط. انا لما كنت وانا صغير عادي كده قدام قهوه بص على الناس احس ان هم بيعملوا حاجه غلط. اه هو في حاجه غلط. ياه. كان في شاء حاجة الله في ما طلعش الكالتشر قبل كده. كده، كأن القهوة دي حاجة وحشة. عشان كانت مربوطه بالغرز. الناس اللي بتروح تشرب حشيش في الغرزه. اوكي. فاهم؟ بس تحس ان القهوه اتطورت كده تطور طبيعي.
يعني دلوقتي انت بتقعد في القهوه بتاكل وبتشرب وعصير ومش عارف اوريو شيك وبوريو شيك ومش عارف ايه. ده التطور الطبيعي، يعني مش حاسس ان هي افورت. لا بس في افورت الكافيهات، يعني ما هي الكافيهات دي لا، تطور. القهوة غير كافيهات. الكافيه. لا معلش ما هو أنا ده آسف. ما هو ده التطور بتاع الكافيه، بتاع القهوه الكافيه. هو عملوا كافيهات ليه؟ بس كافيهات منتشره. بس في فرق. بس في برضه يعني انا ستيل احب قهاوي. اروح اقعد على قهوه غير اما اقعد على كافيه. دلوقتي طبعا 100%. انا اصلا بتضايق، عندنا واحد صاحبنا يعني يا معشور بيحب يقعد في كافيه تحت البيت عنده، ماشي. مش كافيه أوي. هي اسمها فور يو كافيه. لا مش ما تقولش الاسماء. الكافيه التاني اللي ليه هو يعني؟ الكافيه قهوه تحت بيت دي معروفة واحد جدا. في مدينه ما نصر. تقولش اسماء. في 5 عارفينها، خلي بالك. مش حد بيروح غيرنا. ايوه بالظبط صح. لا الكافيه التاني المكيف اللي بيحب يروحوا ده، اللي بيعمل حفلات. ده بيعمل حفلات ده قاعد يا جماعه. انا قاعد مبدئيا كده القهوه لازم تبقى مفتوحه. انا بالنسبه لي القهوه لازم ابقى قاعد في الهواء عشان يبقى في كلام، تعرف يبقى بالنسبه فاهم؟ لي القهوه كمان لازم تبقى ايه؟ ما يبقاش فيها بنات. وما يبقاش فيها بنات، دي حقيقه. ايوه انا بالنسبه لي القهوه اللي فيها بنات مش فاكر. انا مش عارف اتكلم، مش واخد بالي في الكلام. الحلقه رايح بتاعت هناك. اسمه ايه احمد امين اه لما قال لك القهوه ما تخشهاش ست غير الست ام كلثوم، والله ولو جاب بالفعل ما ندخلهاش. حقيقي. انت في ده، انا قاعد براحتي على القهوه، انا قاعد بالشبشب والشورت وبتكلم وبشتم وبجيب سيره على الناس. فكره البنات عمرها ما تفهم. يعني انا مراتي ما تفهمش ازاي كل اسبوع او كل يوم حتى لو مع الناس صحابي اللي في الشغل يعني بتنزل تروح على القهوه ما بتغيرش ما بتزهقش. بالظبط. هي مش قادرة يعني كلهم. الحته دي ما حدش كل فاهمها غير مراتاتنا مش الرجالة فاهمين بس. الموضوع ده، مش فاهمين الموضوع ده. وبعدين بيستغربوا ان احنا، هو انت يعني انت ما تخرجوا تروحوا مكان حلو وتقعدوا فيه. يا عم انا القهوه بالنسبه لي هي المكان الحلو، احلى من اي مكان. احلى من اي مكان. انا مش بقعد ارتاح في اي حته تانية. بيتقال فيها كلام ما بيتقالش الدكاتره بتوع يعني امراض نفسيه. بالظبط. انت بتروح هناك تشتكي من اي حد مضايقك، شغلك، مراتك. طبعا مشاكل. بتأند اب ان هو وهي بيعرفوا تاني يوم غير القهوة كلها يعني. بس بتبقى يعني بتبقى حاسس انك ريليف كده. بعد كده بقى بيحصل مشاكل بس مش مشكله يعني. مش مشكله، المهم انت اتبسطت. بالظبط. وبتلاقي القهوجي بقى لما ما تروحش القهوجي يكلمك دي بتحزن في نفسي قوي. يعني مره فاكر القهوه اللي احنا بنقعد عليها في زايد، مش فاكر كان ساعه ماتشات ايه، كنت انا ساعتها مسافر المانيا في الشغل والرقم عمال يتصل. انا قلت يمكن حد في مصر بيكلمني والرقم مش طالع يعني. برد لقيته حماده بتاع القهوه يقول لي انت ما بتجيش ليه؟ فحسيت فعلا يا نهار ابيض. انت فاهم دي حته ايموشنال جامده العشرة؟ جدا، جامده جدا والله العظيم. في كونكشن قوي. لا جامد. تشوف يعني وصلت لمرحله ان هو بيطمن عليك انت ما بتجيش ليه. طبعا اتضايقت. وبعدين القهوجي بيشكي لك بقى مشاكله كمان. يعني الراجل بيحط لك الولعه، فاكر الراجل يقول لك انا مش فاهم انا بعمل ايه. انت مش بتعمل حاجه، انت بتحط ولعه عادي سهل مش جدا. محتاج تعمل اي حاجه. ماشي عدد 3 فحمات وخلاص واخلع. طب في صحاب معينين للقهوه يعني؟ في طبعا احنا اصحابنا وكل حاجه اللي بننزل معاهم كل مره، بس في صحاب بتوع القهوه بس طبعا. يعني ما بتشوفهمش غير على القهوه. ممكن ما تكلموش في التليفون، بتشوفه بس على القهوه وتقعد معاه وما بتتكلمش معايا اصلا وساعات ما تتكلمش معاه. قاعد على القهوه جنبه. بس هم دول بتوع القهوه. ايوه بس في ناس بقى بيطلعوا لك زي الخازوق كده في وسط بتقول لك انا مش عايز اقعد على قهوه. طب عندك اقتراحات تانية، اكتيفيتيز تانية؟ لا بس انا مش عايز اقعد على قهوه. ده على طول طنطره. ده اللي هو طب احنا رايحين نقعد على قهوه. ولا واللي بيقول لك انا ماليش في القهاوي اصلا. يعني هو اصلا ملوش، مش يعني مش اللي هو مثلا راح يقعد على قهوه مره وزهق. لا هو ملوش اصلا في القهاوي، ما بيخرجش في القهاوي. ناقصك ايه؟ انت بتعمل ايه في حياتك؟ لا يعني هو انت بجد في حياتك بتعمل ايه؟ يعني انت هتروح فين؟ يعني ايه السوشيال جاثرنج اللي هتعمله في حته غير القهوه؟ اي حاجه تعملها بره ممكن تعملها في القهوه. بالظبط. انت دلوقتي تليفون يا باشا، احلى فطيره تجيلك مع البيبسي، جميع انواع الاكل. لسه جعان مع كل حاجه. يعني اي حاجه تعملها تاكل تطلب فطيره. طب الالعاب اللي على القهوه بقى؟ استيميشن طبعا نمبر 1 في مصر. بس دلوقتي طلع بقى حاجات مهجنه كده الحاد. في لعبه جديده اسمها سكرو. سكرو اسمها كده بغض النظر فاكر عن الفتره معناها. بتاعت المونوبولي دي برضه خدت مننا رقات. وفي جاك. طبعا. دي لعبتها. وطبعا اختي الصغيره اللي بتاعت الاستيميشن الترنيب، اختها الصغيره دي لما تبقى مكسل تحسب. ما بعرفش العب طاوله خالص وعمري ما حاولت. مع ان هي دي الاصل. بقى بلعب طاوله كتير فشخ. انت عارف ان بقى دي الاصل؟ يعني الناس الكبار ده الطاوله دي يقول لك انت ازاي بتقعد على القهوه ما بتلعبش طاوله؟ طاوله ودومنه. الدومنه سهله بس الطاوله والدومنه دول كانوا بتاع زمان، دول الكوتشين بتاع زمان. برضه بعدين بتسحلك كده فاهم، برضه تقعد كده فتره ما بتفكرش. المشكله ان انا ما حاولتش اتعلمها حتى، ما اعرفش ليه. طب انتوا يا جماعه فاكرين زمان كده واحنا في اوائل الالفينات كده في الجامعه كان في شويه قهاوي اصلا بتمنع انت تلعب كوتشينه؟ كان ممنوع تلعب كوتشينه. مش عارف ليه. ما احنا نقعد نعمل دكتوراه في حاجه علاقه بالقمار، بيبقوا خايفين ان انت تلعب قمار او حاجه. قمار احنا كل واحد. ما انا ممكن العب قمار على الطاوله على فكره. يعني هو القمار ممكن يتلعب على اي لعبه مش ورق بس. ايه الفكره؟
بس تحس ان الكوتشينه حاجه غلط، فاهم؟ لا ولحد دلوقتي حوار الكافيهات بقى اكتر من تروح معاك كوتشين يقول لك معلش مفيش لعبه. طبعا هنقعد نذاكر يعني بالظبط. انا مش فاهم. لا ما الكافيهات دي ممله عموما اصلا، يعني انت مبدئيا كده في يعني ريستريكشنز. ممكن اروح اشتغل في كافيه بس اروح اقعد كده في الفراغ لا. لا يعني الكافيهات خلينا نتكلم مثلا على حته المينيمم. مثلا انا في مينيمم في القهوه صباح الفل، انا ممكن اروح اشرب ميه اصلا واقوم. لا الحوار بقى يبقى معاك يعني شله فيها بنات وولاد، غير كده بالظبط. ولا حوار المينيمم ده في اماكن في مصر بقت تبقى مستفزه قوي. تيجي تخش انت مثلا انت ما قلتلوش انت لسه داخل يقول لك حضرتك احنا مطعم، اللي هو عايز يلمح لك عايز ما تاكل لازم تجيش. تاكل. يعني مش فاكر كان مكان بدون ذكر اسمه يعني في سي اف سي داخل بيقول لحضرتك احنا مطعم. الف مبروك. هو يعني اساعدك ازاي في الموضوع ده؟ نفس الكلام. رحت برضه جاردن 8 فما كناش لاقيين مكان، فروحنا قلنا هنقعد ومش جعانين بس الناس كلها هتشرب وتشيش وبتاع. قال لك لا لازم تاكل. قلت لها ما احنا هناكل بس مش يعني هناكل ديزرت هنشرب بتاع، لا لازم مين كورس. طب مش عايزين. الموضوع ده بيستفزني قوي، بحس اللي هو طب ما تطلب لي بقى يعني. وبعدين تحس المكان ده مش بيحصل غير في مصر. هو ما بيحصلش غير الموضوع في ده مصر. مفيش حاجه بره ما اسمها بيحصلش كده. غير في انت مصر. تروح ان شاء الله تشرب كوبايه ميه وتمشي. ما انا حر يعني. لا غريبة هو أوي. بلطجه، هي بتبلطج. وبعدين بيديك ريستريكشنز بقى في الايه، انت مش عايز تعلي صوتك عشان الناس اللي جنبك في عيله قاعده جنبك فمش عارف تتكلم بصوت عالي، فاهم؟ محتاج ان انت مثلا تطلب طلبات معينه عشان تعدي المينيمم، فاهم يا عم؟ انا مش جعان. بعد مثلا في رمضان بعد الفطار عايز اخرج في حته، مش عارف اخش حته عشان كل حاجه بمينيمم. انا لسه واكل تاخد بالباقي مش ريد قادر. بول بقى. مش تبقى قادر. مروح فاهم انت معاك آه. بس مليانه ريد بول. مش قادر يا جماعه، انت هتاكلني بالعافيه. وبعدين انا عايز اخرج، طب اعمل ايه؟ تمام. وبعدين ميس القهوه بقى يا جماعه ان ما فيهاش عيال، مستحيل يخشها عيال. دي حاجه بصراحه توب. ما هي عشان كده هي المكان اللي الراجل بياخد راحته فيه كده. بالظبط. يعني راحته من ناحيه التفكير يعني. بس كده. يعني اقدر اقول كده يعني. حتى الشغل على القهوه احسن. بس تحس برضه الايام دي عشان الجو اتغير عن زمان بقى حر يعني. فكره القهوه الاوت دور دي لو الصبح لا. الصبح طبعا صعب. مستحيل. مستحيل في الحر ده. محتاج مكان الفطار على القهوه حلو برضه، فاكر؟ في الشتاء. اه فكره بقى القهوه اللي انت بتبقى قاعد عليها كذا سنه، لما مره واحده تقطع وتروح قهوه تانية الراجل صاحب القهوه بيزعل. بيبقى في وبعدين في القهوه التانية بيبقى في فتره بروبيشن كده. يعني تحس ان انتوا الاثنين بتستوا كده. بتشوف. الموضوع ده كومن في الحلاق والقهوه، اللي هو بتحس ان في خيانه. بالظبط. مش كده انت حلق على فكره انا رحت لحلاق حصلت لنا على فكره. لا ده عند واحد تاني قال لي مش تبعنا دي. قلت له والله انا كنت مسافر بقى فاضطريت احلق يعني طب انت عارف حصلت لنا وكريم زمان؟ فاكر الراجل بتاع القهوه عمرو بتاع القهوه ده لما شافنا كانت قهوه ورحنا بقى قهوه في نفس الشارع يعني بنغيظه بقى، فاهم يعني ايه؟ فعدينا كده من قدامه ورحنا قعدنا على قهوه تانية واحنا راجعين وقفنا. احنا زعلناكم في حاجه؟ تخاف فشخ. يعني هو عمرو ده كان عنيف قوي. مش حق. لا عمرو ده كان مثلا الواد يتاخر في الاوردر فبنقول له استعجلوا لنا نروح لطشه بالقلم. بحس له ليه الاسكليشن؟ ليه راح ليه لطشته بالقلم؟ انا بس استعجلوا ما تضربوش. هو مبدئيا كده اصلا كان احنا يعني القهوه دي كانت في شارع الهرم وجنبها كاباريه، فكانت الفرقه بالرقاصه بيجوا يقعدوا على القهوه بالليل. دي كانت احلى حاجه عشان كده الصراحه. لا بس كنت بخاف، قاعد خايف برضه ان احنا برضه عيال، فاهم؟ بالنسبه لهم يعني عيال. مش بيس يعني. بالظبط. كانت الموضوع صعب شويه. طيب مش عايزين نطول على الناس، بنفكركم لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس. ايوه حطوا كومنتس لايكس ديسلايكس. عايزين نشوفوا ايه الحلقات اللي جايه. بالظبط. بعتوا مسجز يعني اعملوا اي حاجه يعني شاركونا باي حاجه. يلا تصبحوا على خير.